السلام عليكم، اهلا بحضراتكم. وصفتنا النهارده زي ما انتم شايفين كده اللازانيا. طبعا اسعارها بره غاليه جدا جدا، فاحنا النهارده هنعملها بطريقه اقتصاديه، وكمان هقول لكم على كل الحاجات اللي لازم تعرفوها وانتم بتطبقوا وصفتنا. شايفين مظبوطه جدا، ولا معجنه ولا ناشفه ولا اي حاجه. يلا بينا بقى نشوف عملناها ازاي. انا جبت هنا بصله كبيره وقطعتها قطع صغيره وحطيتها في الماده الدهنيه اللي انت تحبيها، وبعدين هنزل عليها بنص كيلو لحمه مفرومه. يستحسن اللحمه المفرومه تكون فيها نسبه دهون كده عشان تطلع معاكي طعمها حلو. هنديها تقليبه كده تتشمع بس من تحت، وبعد كده نقلبها بسرعه ونسيبها تستوي بقى براحتها. زي ما انتم شايفين خلاص كده هي استوت. هبتدي بقى انزل بملح وفلفل فقط لا غير، مش هحط اي حاجه تانية على اللحمه المفرومه. لما تلاقيها كده شربت كل السوائل بتاعتها يبقى هي كده تمام جدا استوت. هنزل بمعلقه كبيره طماطم من اللي انا مسبكاها في البيت، صلصه يعني، ومعلقه كبيره صلصه من بتاعه العلب الجاهزه. وكمان هضيف كوبايتين ميه او كوبايه ميه كبيره اللي هي 250 مللي. طبعا السائل ده كله عشان خاطر اللازانيا هتستوي فيه. زي ما انتم شايفين كده اللحمه المفرومه بتبقى غير بتاعه المكرونه بالبشاميل، لان دي نسبه سوائل فيها اعلى عشان تسوي لازانيا. نبتدي بقى نعمل البشاميل. حطيت معلقتين دقيق ومعلقتين ماده دهنيه برضو اللي انت تحبيها. نبتدي نقلب كده لحد ما تاخد غلوه بسيطه كده، وايدك فيها على طول تقلبي. هنزل ب3 كوبايات كبار لبن، ويستحسن اللبن يكون دافي او سخن، ما يبقاش بارد عشان البشاميل ما يكلكعش معاكي. وبعد المرحله دي على طول بقى نفضل نقلب نقلب عشان خاطر ما نلاقيش اي كتل ولا اي كلاكيع. هنحط بقى هنا فلفل ابيض وملح ومكعب مرقه. مفيش فلفل ابيض يبقى فلفل اسود، بس ما تكتريش قوي يعني عشان ما يسودش معاكي البشاميل. شايفين ادي القوام اهو اللي وصل ناره في الاخر. حلو جدا، ولا خفيف ولا تقيل، كده مظبوط قوي. قوام كريمي وجميل جدا. بصوا حتى بعد ما برد وهدي شويه حلو جدا. ما تحاوليش تقلي عن كده، هو ده القوام المظبوط ان شاء الله. لان كمان اللازانيا بتحب البشاميل الخفيف، وصوص اللحمه لازم يبقى كمان كتير عشان تستوي كويس. ادي النوع اللي انا هستعمله ده ايطاليانو. في انواع كتير موجوده في السوبر ماركت، بس النوع ده كويس يعني ونتيجته حلوه. ده النوع اللازانيا اللي هو ما بيتسلقش. في نوع بيتسلق قبل ما تحطيه في الصينيه، وفي نوع ما بيتسلقش. كله موجود على العلبه. يعني اقرأي كده التعليمات الموجوده. لو بتتسلق هيبقى مكتوب، مش بتتسلق برضه هيبقى مكتوب. وخطوات كمان الوصفه بتبقى موجوده على العلبه. ما تقلقيش خالص لو انت اول مره تعمليها، ونتيجتها حلوه وسهله جدا. العلبه دي بتكفي صينيه واحده بس حجم كبير. بصوا شكلها من جوه. على فكره هي نوع من انواع المكرونات يعني، بس ده بيبقى شكلها هي عباره عن شرايح كده شكل مستطيل، ودي عدد الشرايح اللي في العلبه بتعمل صينيه واحده كبيره. بس بصراحه طعمها مميز جدا عن اي حاجه ومختلفه وتجديد. وكمان هحتاج ميكس جبن عشان اطعم بيها كمان الصينيه اللي عندي. وادي اللحمه المفرومه جاهزه معانا بالصوص الجميل بتاعها ده. ونبتدي بقى ايه، نركب كل الحاجات على بعضها. نحط الاول كده كبشه بشاميل. شايفين قوامه حلو وكريمي ازاي، ولا مكلكع ولا اي حاجه. هبتدي بقى ارص الطبقه بتاعت اللازانيا دي. بس براحتك يعني، لو انت عندك قالب مستطيل يبقى احسن من البيضاوي ده، لان البيضاوي ده هقعد اظبط انا بقى كده زي ما انت هتشوفي الشرايح عشان خاطر املى كل الفراغات اللي قدامي. ولكن المستطيل بيبقى اسهل كتير. هكسرها بقى كده بحيث ما يبقاش عندي فراغات خالص، واسد كل الفراغات اللي انتوا شايفينها دي. بس ما تقلقيش خالص من التكسير ده، بعد ما بتستوي كلها بتبقى حته واحده بتلحم في بعضها يعني. احط الاول كده الشرايح الكبيره، وبعد كده ابتدي اكسر واملى الجوانب كده. هنزل بكمان طبقه بشاميل. دي مختلفه عن المكرونه البشاميل اللي في ايه بقى دي. يعني طبقات بشاميل، كذا طبقه بشاميل وكذا طبقه لحمه مفرومه وكذا طبقه كمان لازانيا. لكن في المكرونه البشاميل بيبقى بس طبقه اللحمه المفرومه في النص بس. لكن انا كده هحط كام طبقه لحمه مفرومه، يعني تقريبا 3 هتشوفوها دلوقتي. تبقى حلوه قوي قوي بجد، هتعجبكم. ده نص كيلو لحمه مفرومه عمل لي القلب الكبير.
المقادير دي مظبوطه جدا على الصينيه دي. هبتدي احط تاني طبقه لازانيا زي ما انتم شايفين اهو. ادام الصوص كده كتير تعرفي ان هو ان شاء الله هتطلع معاكي مظبوطه ومستويه، ما تقلقيش خالص. عشان كده قلت لكم نحط سوائل مظبوطه عشان تسويها تسويه مظبوطه. احط تاني طبقه بشاميل، وابتدي بقى ايه زي ما انتوا شفتوا كده، الاول طبقه بشاميل وبعد كده طبقه لازانيا بعد كده طبقه لحمه مفرومه لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي. انا هنا حطيت ميكس جبن، ممكن تحطي اي جبنه انت بتحبيها عشان تديكي طعم احلى يعني. كمان طبقه لحمه مفرومه اهي. ممكن لو ما عندكيش الصلصه اللي هي البيتي بتاعتنا ممكن تحطي كلها صلصه علب، مفيش اي مشكله. نبتدي نديها تقليبه كده، ندخل بس كل المكونات في بعضها. وهرص كمان طبقه زي ما انتم شايفين اهو. برضو في قطع صغيره بقت مش مشكله، احطها كده كده ما بتبانش يعني، مش هرمي حاجه ومش ههدر حاجه. حطيت كمان طبقه بشاميل وشويه رشه جبنه من اللي انتوا شايفينها دي، وكمان شويه بقى لحمه مفرومه. دي تقريبا اخر طبقه برضو. وهنقفل بقى الصينيه خلاص كده وندخلها الفرن. طبعا ده اكبر قالب في الطقم اللي هو بتاع البايركس ده القالب الكبير. خلاص كده انا حطيت البشاميل على الوش، ونحط بقى شويه موتزاريلا كده او ميكس جبن كده. خلاص احنا قفلنا الصينيه، ندخلها على الفرن على الرف الوسطاني ودرجه حراره متوسطه. اهي خلاص استوت، قعدت حوالي ساعه الا ربع درجه حراره متوسطه عشان خاطر تستوي براحتها. وبعدين رفعتها يعني 5 دقايق تحت الشوايه عشان تاخد اللون اللي انتوا شايفينه. شايفين طبقاتها حلوه ازاي؟ حلوه قوي قوي. وهفتحها لكم كمان دلوقتي، اقطع لكم القطعه كده عشان تشوفوا قد ايه هي مستويه من جوه وكمان مش معجنه، تسويتها مظبوطه جدا. انا بحب الدرجه دي من التسويه يعني، ولا معجنه ولا ناشفه. شكلها حلو جدا ومختلفه بقى عن المكرونه بشاميل كتير. هقطع لكم قطعه كده عشان اوريكم من جوه التسويه عامله ازاي. بصوا طريه جميله قوي وجوسي وحلوه جدا جدا، تنفع في العزومات وكمان ولادك هيحبوها قوي لان طعمها مميز. بصوا طريه اهي، مش ناشفه خالص ولا حتى معجنه ولا اي حاجه، وهتشوفوها من جوه تتاكدوا دلوقتي. دي كده حاجه بين المكرونه البشاميل وبين الرقاق، دي حاجه في النص كده، بس بصراحه مميزه جدا، انصحكم تجربوها يعني. شايفين؟ بصوا الطبقات حلوه قوي ازاي ومستويه جدا ومش معجنه، وكل طبقه لوحدها الحمد لله، ولا معجنه ولا اي حاجه. بصوا تتقطع بسهوله جدا، معنى كده انها مستويه تسويه مظبوطه. بصراحه طعمها تحفه، اللحمه المفرومه مع اللازانيا مع البشاميل مع الجبنه مديها طعم حلو قوي. شايفين الطبقات باينه اهي، مش كلها بقى داخله ببعضها عجينه لا خالص، طالعه مظبوطه جدا الحمد لله. ادوق بقى حلوه قوي قوي بجد، طعمها جميل ما شاء الله، انصحكم تجربوها. طبعا دي في المطاعم انتوا عارفين سعرها غالي قوي، فانصحكم تجربوها وتعملوها في البيت. في انواع كتير غير ايطاليانو، في الملكه وفي انواع كتير متوفره في السوبر ماركت يعني. بس قبل ما تعمليها لازم تقراي الارشادات اللي موجوده على العبوه عشان خاطر تشوفيها بتتسلق ولا لا. هنا برضو بعد ما بردت شويه محتفظه بنفس القوام بتاعها، ولا نشفت ولا اي حاجه. شايفين؟ حلوه قوي. طول ما انتي ظابطه نسبه السوائل هتطلع معاكي حلوه جدا لاخر قطعه ان شاء الله، وكل ما تقعد كل ما طعمها بيبقى احلى واحلى. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله.